السلام عليكم. غنكون كنستهنوا بالموضوع بزاف إلا قلنا أن انقلاب الصخيرات الفاشل كان مرجعه الأول والأساسي هو الارتباطات العائلية بين المنفذين ديالو، كما أنه من الواجب علينا نعرفو ونفسرو علاش أغلب هاد المدبرين والمنفذين ديال هاد الانقلاب وبجميع مستوياتهم كانوا ريفيين وشلوح. هنا ماشي المقصود بكلامنا هو أن أغلب المخططين المهاجمين بالضرورة كانوا ريفيين وشلوح ولا من نفس العائلة. فالإخوة عبابو اللي جمعاتهم أحداث الصخيرات وهما الكولونيل محمد عبابو وخوه محمد عبابو، واللي كان ضابط في التجريدة العسكرية المغربية في الكونغو سنة 1960، وثالثهم هو الشيفور أحمد عبابو. هنا نبغي نفرق اني كنقول محمد هو محمد عبابو هو المنفذ الاساسي والرئيسي ديال الانقلاب، ومحمد عبابو هو كان المساعد ديالو. لكن كيبقى العقل المدبر كما قلت هو الكولونيل محمد عبابو بالالف، اللي احتفظ بالسر شهور طويلة بعد اتفاقه مع الجنرال البدبوح حتى اليوم 7 يوليوز 1971، 3 أيام قبل هجوم 10 يوليوز، بحيث استدعى أخوه محمد، واللي حكى قدام المحكمة أنه بعد وصوله الفيرما ديال خوه محمد بضواحي مكناس واستدعى البلونطون الحسن وقال له شكون كان جالس هنا البارح. فجاوبوا الحسن هذاك الجنرال المذبوح هو اللي كان جالس هنا. وهكذا تم إقحام الأخ عبابو محمد في أسرار المخطط الانقلابي 3 أيام قبل الهجوم، وبالتالي صبح محمد عبابو اللي واقف قدام المحكمة العسكرية من بعد بصفته مشارك في الهجوم وطرف رئيسي في التحضير والتخطيط، حيث من اللي مشى لدار خوه محمد قبل ما يمشي لحفلة عيد العرش في 3 مارس 1971 باش يبلغ خوه غضبه الشديد على عدم توشيحه وترقيته من طرف الملك الحسن الثاني رغم الرسالة الملكية السامية لطلبة الأكاديمية العسكرية في أهرمومو. وضاف بأنه بالرغم من أنه تمت ترقية هادوك اللي ما كيستحقوش الترقية، وقال لي واش كتعرف أن الحالة في المغرب غادية وكتدهور، وأن أغلب الشعب كيعيش في المحنة والفقر، في حين أن الأقلية كتعيش في أحضان الغنى والبرجوازية. واش ما كيبان لكش باللي جا الوقت باش نوضعوا حد لهاد الحالة؟ وعليه فرغم عدم التوشيح والترقية سافر محمد عبابو في الزيارات المقررة لمدة شهرين ابتداء من 14 مايو رفقة تلاميذ المدرسة العسكرية إلى خريبكا بني ملال ميدلت، ثم إلى فرنسا اللي استدعتهم لزيارتها من 11 يونيو إلى 4 يوليوز سنة 1971، 6 أيام قبل الهجوم بالضبط. الكولونيل عبابو محمد كان كيدخل خوه في المعمعة بشوية بشوية وكأنه كيحضروا للمشاركة، بحيث أنه خدا معاه واحد النهار من مكناس في طوموبيلته قصدوا المنعرجات اللي كتأدي لمدينة الحاجب. وشوية محمد عبابو كيوقف طوموبيلته على الجنب وكينزل معاه خوه وكيقول ليه هنا كانت منصوبة الرشاشات اللي كان مقرر لها أنها تقصف الموكب الملكي اللي كان متوجه لمدينة الحاجب قبل ما تلغى المناورات في آخر لحظة لسبب واحد كيكشف عدم التنسيق اللي كان بيناتنا، بحيث أنه من اللي صدر الجنرال المذبوح أوامره بإلغاء ضربة الحاجب ما خبر حتى حد، وما خبرش حتى محمد عبابو اللي توجه لمدينة الحاجب، لكن ما لقى حتى واحد تما. وواحد المرة بغى محمد عبابو يدخل راسو حتى هو في مخططات الجنرال المذبوح، فقال لخوه محمد كما هو مسجل في محاضر المحاكمة شنو هي التفاصيل الهجوم على الصخيرات وشنو هو السند. فقال لي خوه محمد انت كتعرف ان الجنرال المذبوح من غالق على ذاته وما كيبغيش يهضر بزاف، مرة واحدة قلت لي عندك يفضحك او يكتشف مخططك شي واحد من المقربين. فقال لي المذبوح بأن الثقة كبيرة وحتى واحد ما يقدر يتجرأ على اتهامي، أما بعد العملية فجميع المغاربة غاديين يساندونا بمجرد ما ينجح الانقلاب. ومع اقتراب موعد العملية كثرت اتصالات عبابو محمد بخوه محمد، بل أنه يوم 7 يوليوز قبل الهجوم ب3 أيام استدعى عبابو خوه باش يخبره بأنه اجتمع مع الجنرال المذبوح، وأن الجنرال حكى ليه أنه قدم تقرير مكتوب
للملك الحسن الثاني حول الوضعية العامة بالمغرب، وكأنه كان كينبه إلى ضرورة التحرك. ولكن عبابو خبر خوه بأن المذبوح قدم استقالته للملك بعد ما خبروا بأنه ما متفقش معاه على طريقة سير الأمور، وأن الملك غضب شديد، وأنه غادي يعلن في عما قريب على قرار طرد المذبوح. ومن بعد المذبوح غيسول مساعدو عبابو على شنو بان ليه في هادشي. فهنا غيجاوبو محمد عبابو كما ورد في محاضر المحاكمة: خدم ودير اللي عليك بحال حتى حاجة ما كاينة وما وقع والو. وفي 8 يوليوز كان الاتفاق النهائي غادي يصدر، فطلب محمد عبابو من خوه محمد انه يمشي لدارو في مكناس، وان الجنرال المذبوح غادي يمشي لأهرمومو. وفي يوم 9 يوليوز اخر يوم قبل الهجوم استدعى محمد عبابو خوه في دارو في سهب الذهب بالقرب من الرباط باش يحضر معاه اجتماع مع ضابط كبير ديال البوليس اللي غادي يناقش مع اجراءات البيرمانونس، يعني المداومة في إدارة الأمن الوطني. وعلى الرغم من خطورة الوضع فعبابو ما ذكرش اسم المسؤول الأمني اللي حضر، إلا أنه ذكر أنه كان بدور مرفوق بالكوموندون المالطي. وكيبقى التساؤل مطروح في موضوع إلغاء الهجوم على الموكب الملكي اللي كان متوجه لمدينة الحاجب قبل عدة شهور، لأن محمد عبابو قال لخوه بأنه ملي توجه للموكب والموعد المتفق عليه بالحاجب ما لقاش المذبوح تما وما لقى حتى حد آخر. وهنا غيرسل واحد من المشاركين في هجوم الصخيرات واللي مثلو من بعد أمام المحكمة العسكرية أحمد المرزوقي، واللي سجل المذكرات ديالو في كتابه باللغة الفرنسية تزما مارت الزنزانة رقم 109. كيف كان غادي يتم هجوم الحاجب؟ غادي يتم بواسطة صواريخ أمريكية تسلمها الجيش مؤخرا، وكان غادي يتم معاينتها في حفل عيد الجيش 14 مايو. وكان عبابو فرحان بالحفل اللي نظمه الجيش على شرفه بمناسبة ترقيته إلى كولونيل في 3 مارس 1971. وقدموا ليه تلامذة أهرمومو هدية على شكل قبعة عسكرية مزوقة بالذهب الخالص. وهنا محمد عبابو غيرفعها وغيقول للتلاميذ: كنتمنى باش تكون حياتكم كلها ذهبية بحال هاد الهدية. إلا أن عبابو اللي كان مفروض عليه أنه ينظم المكان خبروه أن الأمر جاء في آخر ساعة باش يتلغى حفل الحاجب وتم نقله لمنطقة صفرو. المرزوقي في كتابه كيروي أن المذبوح قنعوه مسؤولين في الحرس الملكي بضرورة إلغاء اعتراض الموكب الملكي بالصواريخ. وإلا كانت صيغة المرزوقي لإلغاء مناورة الحاجب نتيجة اعتراض مسؤولين في الأمن الملكي في 4 مايو 1971، فعلاش ما بلغوش هذا الخبر الملك الحسن الثاني ديك الساعة وخلاو المذبوح يعاود المحاولة مرة أخرى وينفذها في 10 يوليوز دون أي اعتراض منهم؟ جملة مفيدة جدا جات في تصريحات عبابو محمد الأخ أمام المحكمة العسكرية من اللي هدر على حضور مسؤول أمني باش يوضح برنامج المداومة في مراكز الأمن الوطني. وضاف وهذا الشيء دائما أمام المحكمة العسكرية باللي خوه محمد عبابو يوم 9 يوليوز في الجلسة اللي حضرها المسؤول الأمني بالكوموندون الأمريكي ميلز وما لقاهش، قبل ما يخبرنا كيف ما كيقول محمد عبابو أن الهجوم غادي يتم تقييده الغد ليه وغيتم تنفيذه في 10 يوليوز على الساعة 1 زوالا، يوم واحد فقط لتحضير الهجوم على القصر الملكي بالصخيرات. وبعد الانطلاق في الفجر من المدرسة العسكرية بأهرمومو، وعلم الإخوة عبابو على أن رجل اتصال بينهم وبين الجنرال المذبوح هو نسيبو الضابط مزيرق اللي خبرهم أن المذبوح غيزورهم في 3 ديال الصباح يوم 10 يوليوز. وبقاو الإخوان عبابو في دار سهب الذهب كيتسناو، ومزيرق كيقول لهم أنه كاين في مكناس والمذبوح ما زارهمش، بمعنى أن العملية كانت قائمة باش ينطلق الكولونيل عبابو لمدينة قنيطرة للاجتماع في دارو بمجموعة ديال ضباط الجيش بالزي العسكري ويناقش معهم وسائل الاتصالات التليفونية، وكان محاط فقط بالمقربين ليه: السارجان الشاب والسارجان عبد العزيز عبابو ونسيبو البوعيادي وهو كان موظف مدني. وكيحكي محمد عبابو أن منفذ العملية ومنظمها خوه محمد خطب في تجمع بوالقنادل
على مسافة 30 كيلومتر من الرباط، وقال للمستعدين إلى وصلوا من أهرمومو أن الحالة الكارثية في المغرب ويجب إنقاذ الوطن، بأننا ماشي وحدنا، وبأنه كاينين ناس آخرين غيهاجموا معنا على القصر في الصخيرات، وبالتالي فحنا ما غنكونوش بوحدنا. محمد عبابو وهو أمام المحكمة حكى على هذه الساعة المصيرية اللي انطلقوا فيها المهاجمين من موقع بوالقنادل، وأن جميع الجنود في هذه اللحظة صابهم نوع من الجنون حتى وصلوا لباب القصر الملكي بالصخيرات مع ديك الجوج ديال العشية. لكن داك الشيء اللي سبق الجوج من العشية ديال داك النهار 10 يوليوز 1971، رغم قصر فترة الإعداد كيفرض الكثير من التعمق في داك الشيء اللي وقع من بعد ديال بزاف ديال الأحداث. فما كانش الهجوم على الصخيرات غير مجرد إطعام بعض الضباط والجنود القليل من المخدرات، ولكن تم التغرير بهم باش يرتكبوا ديك المجزرة اللي دخلت للتاريخ من أوسع أبوابه. وإنما تم الإيقاع بهم على أنهم غيكون مجرد مناورة عسكرية، وأحيانا هجوم لحماية الملك والقصر الملكي من الأعداء. لكن ملي دخلوا المعمعة اكتشفوا الواقع المرير، واكتشفوا الخدعة اللي نصب ليهم القائد ديالهم الكولونيل محمد عبابو، وكان اللي كان. وهذا الشيء حسب تصريحات ديال بعض الجنود اللي كانوا حاضرين ديك الساعة، واللي تم اعتقالهم بمعتقل تازمان مارت، وبعد ما قضاو يعني المدة السجنية ديالهم وتم الإفراج عليهم، تم إصدار بعض الكتب والمؤلفات اللي حكاو فيها على المعاناة ديالهم، وكأنهم كيبرئوا نفسهم من ديك المسؤولية ديال الانقلاب، وبأنهم فقط تم التغرير بهم وتم الإيقاع بهم باش أنهم يقوموا بواحد الحادثة ويقوموا ببعض يعني السلوكات اللي كانت مشينة من خلال الهجوم على القصر الملكي بالصخيرات.